عليكم متتبعي مطبخ تقوى جوري. كنتمنى تكونوا باحوال طيبه. اليوم باذن الله جينا نديروا معكم واحد الوصفه ديال حريشات معمرين بالفلافل والبصله الخضاريه. الصراحه كتجي لذيذه. عندنا هنايا المقادير. عندي هنايا بصله خضاريه مقطعه ومشحره في الزيت، شويه البزار وشويه الملحه، وخديت هنا الفلافل، خديت الصفراء، خديت الخضراء، خديت الحمراء حتى هي شحرتها. انا بصراحه كنفضل يتشحروا في الزيت وفي شويه البزار شويه الملحه. عندي هنايا الزعتر، شويه البزار ومعلقه صغيره ديال الملحه. وعندي هنايا هاد المعلقه هذه الصغيره درتها في الماء دافي. انا كنفضل كنديرها بالماء، واللي بغات ديرها بالحليب ديرها. صافي غنخليها حتى تذوب مزيان. وعندي هنايا خماره، وعندي نصف كيلو ديال السميد الرقيقه، السميده الرقيقه ماشي الدقيق الفينو، السميده الرقيقه اللي كنديروا بها الحرشه. ضروري البنات من التغربيل حيت كتكون عند مول الحانوت، ضروري ما كتخلط، كتكون مخلطه مع الروز مخلطه مع الشعريه كل مره شنو. وبعد مرات كتكون حتى فيها داك البخوش الرمود ولا، ضروري من نغربلوها. وعندي هنايا زيت الزيتون غادي نغربلوها، وغادي نهزو من هاد نصف كيلو غادي نهزو زلافه باش غادي نقرصوها. هاد نص كيلو ديال السميده بصراحه خرجت ليا كميه زوينه. غادي نديرو مع السميده غادي نديرو الملحه ونحك الزعتر وندير البزار باش تجيني السميده تجيني منسمه. اللي ما بغاش يشحر هذوك الخضار ما يشحرهمش، ولكن من الافضل ملي كتشحر كتطلقش الماء وكطيب ناشفه في الحرشه ديالنا كتجي زوينه. عندنا هنايا باطه ديال السردين ديال الزيت، وبالزيت ديالو غادي نخويو الزيت ديالو ونصفيه مزيان من الزيت، وغادي نبسبسوها مزيان. من بعد ما غنضيفو زيت الزيتون، زيت الزيتون كيتواتى معاه مزيان مع المذاق ديال الزعتر كيعطي واحد المذاق رائع. اللي ما بغاش يستعمل الفلافل استعمل غير الزيتون، الزيتون اسود والسردين حتى هو كيجي زوين. اللي ما بغاش ثاني سميتو الزيتون، اللي ما كيبغيش، كاين اللي ما كيبغيوش وليداتو يستعمل الجبلي، هذاك الفرماج الجبلي ولا اي نوع كيجي حتى هو لذيذ. المهم دابا كنبسبسوها مزيان، خاصها تبسبس باش ملي نضيفو الماء ما تعجنش لينا، باش ملي طيب تجي حبه على حبه، تجي الحرشه ديالنا ملي نبداو ناكلوها نحسو بها كتفرتت ماشي معجنه ومطقسه. كنبسبسوها مزيان ومن بعد غادي نضيفو كلشي، نضيفو الفلافل ونضيفو البصل. صراحه بما ان الوقت ديال البصله الخضاريه هذه استعملوها في هذه الوصفات كتجي لذيذه وكتعطي واحد المذاق مغاير للبصله الحمراء. صافي دابا غادي نضيف مع الماء اللي خليت الخميره فيه تفاعل، غنضيف معلقه كبيره ديال سكر سنيده حتى هي كتجي زوينه بزاف. صافي كنخلط مزيان وغادي نضيفو الفلافل ديالنا والبصله والطون. من بعد ما غادي نفرتوه حتى البنات اللي ما بغاش بحال هكا يدير فيها الفلافل ويدير حتى الشحمه، هذيك القوى اللي قامه اللي كنديروا في مسمن ديال الشحمه، نديروا البصله نشحروها ونديروا الشحمه حتى هي كتجي لذيذه. ضفت هنايا ملعقه كبيره ديال القزبر معدنوس مجمدين. صافي دابا من بعد غادي نفرتت السردين ديالي بحال هكا وغادي نخلط بالماء، خلط العناصر كلها. ومن بعد غادي نضيفو داك الماء، الكاس ديال الماء اللي فيه ملعقه صغيره ديال الخميره حبيبات وملعقه كبيره
ديال سنيده. غنضيفو الخماره، نحركو مزيان ونضيفو الماء. صراحه زدت ليا 2 كيسان ونص ديال الماء. غادي نوزع الخماره كيماويه مزيان، وغادي نضيفو الماء. قلت لكم زدت ليا 2 كيسان ونصف ديال الماء. الكاس الاول غادي نضيف الكاس الثاني، وانا كنخلط غير باطراف الاصابع، ما ندلكاش بالكف. صافي كنحركها. غادي نضيف نصف كاس 2 كيسان ونص ديال الزيت. صافي وغادي نخليوها ترتاح شويه، وغادي نبداو نديروها كويرات. كنحركوها غير بحال هكا باطراف الاصابع فقط، باش كتبقى لينا مبسبسه وما كتجيش مطقسه وكتجيش معجنه. صافي دابا غادي نخليها ترتاح، وغادي نبدا نكورها. كنبقى نكور بالاستعانه بهداك السميد اللي خليت. غنبقى نكور حتى نكور الكميه ديالي كلها، نديرها كويرات، ومن بعد غادي نبدا نبسطها مباشره. غادي نبداو نطيبوها. كنبقاو نكورو بحال هكا، ونبقاو نشوفوا الكميه ديال الكويرات، كنبقاو نقصوا ولا نزيدوا حتى الاخير. عاده غادي نضيفوا، عاده كنبسطوها بالمول. اللي ما عندهاش هذا الصراحه كيسهل وكتجي زوينه وكتجي قياس واحد. تستعمل اي قفاله ديال اي قفاله ولا زلافه، بحال ديك القفاله ديال الشوكولاط ديال النوتيلا ولا سميتو، هادوك حتى هما كتجي فيهم زوينه. صافي كنبقى بحال هكا حتى كنكمل. خرجت لي 22 حبه، بصراحه كميه زوينه، خرج الطبسي زوين. غير جربوها البنات. وهما بالنسبه اللي ما كيبغوش ليها وليداتها الفلفله والبصله، راه ما كتبقاش باينه، ما شحرناها في الاول وفي التالي كتذوب ما تخافوش منها، كتذوب في السميده. صافي دابا من بعد ما كملت غادي نبدا نبسطها. كما قلت لكم هذا المول هذا كيسهل العمليه، عملي بصراحه. واللي ما عندهاش تستعمل اي حاجه اخرى، تستعمل زلافه، تستعمل اي قفاله، ولا غير تبسطها بين ايديها وتقادها وتقرصها عادي كما كانوا تيديروا مواتنا وجداواتنا. ما كانوش هاد الاقتراحات هادو. صافي دابا غادي نبدا نبسط. الكميه ديالنا من بعد ما كملت الكميه، صافي دابا غادي نمشي مباشره نطيبهم. كيجي المنظر ديال الالوان ديال الفلافل تيجي رائع، الاصفر والاحمر والاخضر كيجيو لوينات زوينين. صافي دابا غادي نبدا مباشره، غادي نبدا بالاولى وغادي نبداو نطيبوهم. هانتوما كما كتشوفوا حطيتهم. بالنسبه للبنات المبتدئات في القليب، نحاولوا نقلبوهم غير بشويه باش ما تفرتتش بحال هكا حتى نحطها بين ايديا. عاده نقلب، حيت كما كتعرفوا الحرشه كيكون الوجه ديالها كيكون فتي وطري. الا جيتي تهزيها بحال هكا وتخبطيها بحال المسمنه، لا راه غادي تفرتت لك وغادي تخسر من تجيك زوينه. صافي على عافيه مهيله كنخليهم يطيبوا بشويه باش ما يتحرقوش لينا. هانتوما شفتوا القليب كنقلب غير بشويه. اللي بغات تستعملها حرشه وحده كبيره تستعملها. بصراحه الفرديين كيجيو زوينين وكيجيو حتى في المنظر رائعين. ما نقولش لكم الريحه ديال الحرشه كي عاطيه يا سلام. صافي كنبقى نقلب
ونحط وحده فوق وحده وكتسهل عليا العمليه. نتوما الصوره كتوضح لكم. كنتمنىكم تجربوها. كنتمنى من البنات اللي وصلوا معنا حتى لهنا ما يبخلوش علينا بلايك ويتبارطاجيو معنا في القناه. انتم شفتوا كنبقى كيجي فيه واحد كنبقى نقلب ونحط باش الاخرين يبقى الصهد ديالهم يبقى بحال هكا بقاو سخانين. هانتوما شفتوا. والربح وحتى المساحه ديال المقله تبقى عندي مساحه كبيره فين نضيف الحريشات الاخرين. ما نقولش لكم الريحه ديال الحشوه عاطيه، يا سلام. ريحه السردين والفلافل لذيذه بزاف. صافي كنبقاو بحال هكا حتى كنكملوا الكميه ديالنا مع التقليب المستمر. ضروري ما نبقاو نقلبوها. هانتوما كما كتشوفوا بحال هكا حتى نكملوا الكميه ديالنا. وهما الحريشات ديالنا من بعد ما طابوا كيجيو يا سلام. شوفوا من الداخل كتيجيو كتجي الحرشه حرشه ماشي مطقسه. شوفوا شفتوا. هذا هو السر ديال التبسبيس الاول. ما كندلكوهاش كنخليوها بحال هكا باش الحرشه ملي كنجيو نقطعوها نلقاو الحبه على اختها. الى هنا كنقول لكم مع السلامه.